السلام عليكم. ماشي اي كابل كنركبوه مع اي ديجونكتور. اختيار القاطع او الكابل بطريقه غير صحيحه يقدر يسبب سخونيه، يقدر يدير مشكل في التوصيلات وكيشكل خطر حتى على الدار. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا بطريقه بسيطه كيفاش نختاروا القاطع والكابل المناسب للدار الكهربائيه. قبل ما نهضروا على الكابل خاصنا نفهموا الدور ديال الديجونكتور. الديجونكتور هو جهاز الحمايه كيفصل الدار ملي كيوقع مشكل بحال سيرشارج او كور سيركوي. يعني الدور ديالو ماشي غير يقطع الكهرباء ولكن الحمايه الدار والتوصيلات. دابا نجيو للكابل. ملي كنقولوا مثلا ان 5 او 2 5 او 6 كنهضروا على سيكسيون دو كابل، وبشكل بسيط كل ما تبدلات لا سيكسيون كتبدل القدره ديال الكابل على تحمل التيار على حسب نوع الكابل وطريقه التركيب والظروف المحيطه. وواحد النقطه اللي هي مهمه بزاف، ما كنختاروش الديجونكتور بوحدو، ما كنختاروش الكابل بوحدو، خاصنا ناخذ بعين الاعتبار الحموله، سيكسيون دو كابل، طريقه التركيب والطول ديال الداره، والقاطع خاص يكون مناسب للداره باش يوفر الحمايه المطلوبه. ناخذ مثال بسيط ديال الدار ديال الاناره. فهاد الدار كنحسبوا الحموله وكنختاروا السيكسيون دي كابل والحمايه المناسبه على حسب التصميم والتركيب والمعايير المعمول بها. يعني ماشي قاعده اناره كتساوي قاطع معين وصافي. الاختيار الصحيح كيتحدد على حسب الدار وطريقه التركيب ديالها. دابا ناخذ المثال الثاني، دار ديال البريزاج بريز دو كورون. حتى هنا خاصنا نشوفوا الحموله المتوقعه، لا سيكسيون دي كابل والقاطع المناسب، وخصوصا اذا كانت الدار غادي تغذي اجهزه كتستهلك قدره كبيره ديال الطاقه. بالنسبه للاجهزه اللي كتستهلك قدره كبيره بحال الشوفو او فران او بعض الاجهزه القويه خاصناش نربطوها عشوائيا مع اي دار. خاصنا نعرفوا قدره جهاز التيار اللي كتحتاج، سيكسيون دو كابل والحمايه المناسبه. كل جهاز او دار خاصها تكون مصممه بطريقه صحيحه. دابا نشوفوا السؤال اللي كيتطرح بزاف، شنو هو الفرق ما بين 10 امبير، 16 امبير، 20 امبير و 32 امبير؟ هادو قيم مختلفه ديال الديجونكتور، ولكن ماشي معناه ان 32 امبير كتكون ديما احسن من 16 امبير. القيمه كتختار على حسب الدار وعلى حساب الكابل والحموله وطريقه التركيب. يعني ماشي كل ما كبر الرقم كل ما كانت الحمايه احسن. نقطة أخرى اللي هي تاهي مهمة بزاف، إلا كان عندك ديجونكتور ديال 16 أمبير كيطيح، ما تمشيش مباشرة وتركب واحد ديال 32 أو تركب واحد مكبر منه. خاصك أولا تعرف علاش القاطع تيطيح، واش كاينة سيرشارج، واش كاين كور سيركوي، واش الجهاز فيه شي مشكل، ولا كاين مشكل في التوصيلات. حيت تكبير القاطع بلا دراسة السبب اللي خلاه يطيح يقدر يخلي الكابل مبقاش محمي بطريقة صحيحة. إذا اختيار الحماية الكهربائية ماشي غير نشوفو الرقم ديال الديجونكتور ونركبوه وصافي، خاصنا نربطو ما بين الحمولة والديجونكتور وسيكسيون دي كابل وطريقة التركيب، والهدف هو تكون الدارة آمنة ومحمية بطريقة صحيحة. إلا بغيتي تتعلم الكهرباء بطريقة صحيحة وبسيطة وتقنية تابع معنا القناة. أنا إن شاء الله غادي نشرح لكم المصطلحات والمشاكل الكهربائية بطريقة مفهومة. إلا استفدتي من هذا الفيديو دير الاشتراك وخلي لنا تعليق بالموضوع اللي بغيتي نشرحه من بعد. شكرا على المشاهدة ونتلاقاو في شي فيديو جديد إن شاء الله.